ولكن علماء المصريات بيؤكدوا ان هم استعملوا طرق هندسيه بدائيه شويه وقتها، حاجات مثلا زي الزلاجات الخشبيه. كانوا بينقلوا الاحجار عن طريق نهر النيل من اسوان لحد مكان بنى الهرم. كانوا بيستعملوا تقنيات تانية زي المنحدرات الداخليه والخارجيه، ودي اللي كانت بتساعدهم ان هم يرفعوا الحجاره لارتفاعات كبيره جدا ويرصوها فوق بعضها. زود عليها ان كل النقوش والبرديات اللي احنا لقيناها بتؤكد 100% ان المصريين هم اللي بنوا الاهرام. واغلبيه الادعاءات اللي انت عمال بتسمعها اللي بتطلع من الخنازير مثلا او بتطلع من يسمون نفسهم الافروسنتريك بتبقى غرضها التشكيك في ملكيه المصريين لارضهم، واللي طبعا بيكون الهدف منها اغراض سياسيه زي ما عملوا قبل كده مع اخواتنا في فلسطين. اغلبيه اللي انا شرحته ده مجرد نظريات الله اعلم بصحتها، ولكن قد يكون جزء منها صحيح. فانا عايزك بقى تدور، ما تاخدش الكلام مني بس كده وتبلعه، وتقول لي رايك في الكومنتات ايه هو فعلا السر ورا بنى الاهرامات واتبنت ازاي، والاهم من كده هي اتبنت ليه؟ لان في ناس كتير بتشكك منهم علماء المصريات نفسها ان الاهرامات ما اتبنتش بس عشان تبقى مجرد مقابر للملوك، ولكن الغرض منها حاجه تانية احنا حتى الان لسه ما عرفناهاش. كان معاكم محمود زايد، سلام.